بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا ام احمد وجايه لكم النهارده كده بوصفه حلوه قوي من وصفات التوفير. هتعملي اكله كده عظمه والكل هياكل وهيتبسط وهيحمد ربنا. مش عايزه اقولك هيتخانقوا عليها من جمالها. بس لو اول مره تشاهديني حبيبه قلبي، إيه، يلا بسرعه كده اشتركي في القناه وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل فيديوهات جديده. وكمان ما تنسوش تحطوا لايك حبايب قلبي. ويلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الأكلة الطعمة دي ازاي. يلا بينا حبايب قلبي. أول حاجة معايا كمية كده من الأجنحة. بصوا الأجنحة دي أنا مش بشتريها. كل ما بشتري فراخ طبعا بقطعها وبشكلها، الوراك في جنب والصدور في جنب. وباخد الأجنحة طبعا كمان بحوشها كده لحد ما بجمع الكمية اللي أنا عايزاها. بطلعها بغسلها كويس قوي بالمحلول النقع بتاعها. وغسلتها وشطفتها قوي، وبعد كده لازم افتحها كده الفتحات دي واشرحها. بعد كده هضيف عليها طبعا بصلايه كده حلوه مبشوره، وكمان طماطمايه كمان مبشوره. وهننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، اولهم الملح، نص معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه من السبع بهارات، نص معلقه من الكاري، نص معلقه من البابريكا، وكمان شويه كده صغيرين من الجنزبيل. وهننزل بعصير ليمونتين كبار حلوين، وكمان معايا معلقتين كبار من الخل، معايا معلقتين من الزيت. وهمسك بقى كل ده وهعملهم مع بعض كده، هدعكهم مع بعض واخليهم يتشربوا واتبلهم كويس قوي. وبعد ما تبلتهم كويس كده هجيب الاسترتش راب وهقفل عليهم طبعا قفله محكمه. وهاخدهم على طول ادخلهم التلاجة لغايه لما يتشربوا كده، مش اقل من نص ساعه، يعني لو اكتر ما فيش مشكله لكن مش اقل. انا هحطهم يدوبك كده على ما اجهز بقيه الوصفه بتاعتنا. جبت بصلايه كبيره كده قطعتها حلقات، معايا طماطمتين برضو متقطعين حلقات، معايا فلفلايه حمراء، فلفلايه خضراء، فلفلايه صفراء. ومعايا كمان القرن السبايسي وده حسب الرغبه. هنزل عليهم بالتوابل برضو شويه صغيرين كده من الملح، معايا نص معلقه من الفلفل الاسود ونص معلقه من الكمون ومش اكتر من كده. خلاص. وطبعا كالعاده هنزل لكم بالتوابل والمقادير في صندوق الوصف. معايا بقى حوالي هنا كده 3 بطاطسات متقشرين كويس قوي متقطعين كده حلقات. وحطيتهم على الصينيه وشكلتها. طبعا طلعت الجوانح هنا بقى او الاجنحه. حطيتها طبعا في الصينيه كده على وش الخلطه اللي احنا عاملينها الجميله دي. مش عايزه اقول لك اصلا ان الريحه بتاعتها لوحدها كده قبل ما تتحط على النار او تخش الفرن رهيبه بجد جميله قوي. طبعا بعد ما رصيت الاجنحه كده الخلطه والتتبيله دي طبعا مش هنرميها خالص، ولكن هنزلها كده على وش الاجنحه. وكمان طبعا جبت نص كوبايه من الميه ومصمصت بيها كده كالعاده ال- الوعاية اللي كان فيها التتبيلة، وحطيتها كده طبعا سقيت بيها البطاطس او الاجنحة بتاعتنا. وهبدأ بقى كده الفها شمال يمين بحيث انها كلها تتشرب مع بعضها. طبعا ما ننساش معلقة الزيت الحلوة اللي هتدي معانا اللمعة الجميلة بتاعت الاجنحة دي. وهاخدها كده واحطها فوق البوتاجاز، طبعا اول ما تغلي هغطي عليها واسيبها على الرايق خالص لحد ما تستوي كده تمام التمام. وهفتح الفرن وادخلها الفرن بقى طبعا مع الشوايه، وتاخد ريحه الفرن كده وتاخد اللون الجميل اللي انتوا شفتوه ده. الله 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 عظمه. ها، حطيتوا لايك ولا لسه؟ شايفين الجمال؟ شفتوا ما شاء الله. بس سخنه، اصبروا بقى اما تهدى شويه كده ويلا عشان ندوق مع بعض. هجيب بقى الطبق بتاعي كده وابدا اغرف. مش عايزه اقول لك والله الولاد اتبسطوا منها قوي. هي انا اصلا دقتها جميله جدا جدا. التتبيله دي حلوه قوي. مخليها كده بالظبط طعمها. شفت الفراخ المشويه؟ حاجه كده عظمه. وعملت جنبها كده شويه رز بالشعريه، وممكن تعملوهم رز ابيض. ولو حابه مكرونه عادي ممكن تعملي مكرونه. المهم عملنا وجبه كامله متكامله. ما شاء الله طعمها زي العسل. البطاطس شاربه كده من التتبيله وطعمها تحفه بجد حلوه قوي. بصي وكلنا وحمدنا ربنا. بصوا البركه من عند ربنا يا جماعه، احمدوا ربنا على كل حاجه. ما شاء الله تلاقي ربنا يكرمك من واسع. ايه يعني، ويوم وعدى ويوم وخلص وعملنا احلى اكله بالاجنحه. اهم حاجه بقى في الاجنحه بتاعتك تكون ملظلظه شويه ومقلبظه. اوعي تجيبي ان اجنحه كده، يعني بصي شوفها قدامك، شوفي الجناح محمل كده وحلو ولا لا عشان تعرفي تطلعي منه كده لحمه وتستطعمي وتتكيفي. شفتوا الجمال؟ شفتوا طعمها تحفه بجد ما شاء الله. حاجه كده جميله والله العظيم، وطعمها حلو قوي وريحتها حلوه قوي. وكمان اقتصاديه زي ما قلت لك.
شوفوا يعني بنص كيلو أجنحة تغدي ولادك ما شاء الله وزي الفل. فرختين بقطعهم واشكل فيهم بقى زي ما انا عايزه، باخد الاجنحه اعملهم كده يوم زي ما انتوا شفتوا اكله، الدبابيس اكله، الصدور برضو بقطعها كده وبشكل واعمل منها برضو وصفات حلوه. استنوني كمان في وصفه حلوه هنعملها برضو من الصدور، هتعجبكم قوي. ويا رب كده محتواي يكون بيعجبكم، وصفاتي بتعجبكم وخفيفه عليكم واقتصاديه وسهله، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. مع السلامه.